السلام عليكم محبي ومتابعي بفن من جميع أنحاء العالم. اليوم جبت لكم هذه الرسمة على التوب، اللبان مع الفضة اللي فيه، وغنوريكم الطريقة كيفاش تخدموه. بالنسبة لهذه الرسمة اللي كتشوفوا معايا على التوب احتاجيت هاد الالوان هادو. بالنسبة للالوان اللي كنستعمل على التوب بصباغة التوب كنستعمل لا مارك ديال بخاريطة ولا مارك ريش. بالنسبة لهاد الارقام بالضبط اللي اختاريت هنا هما كيطلعوا اللبان زوين بزاف. هنا استعملت هاد النوع تاع لي بانسو اللي على هاد الشكل هذا، واستعملت بانسو رقيق غتشوفوا معايا من بعد. اول حاجه كندير كناخذ في الرشمه ديالي اللبان، يعني العقيقات اللي كيكونوا مفتوحين كندير لهم الارضيه في الصفر كيف كتشوفوا هنايا، كتكون الارضيه ديالهم لون اصفر. هذا الصفر اللي اختاريت كيعطي نتيجه زوينه. من بعد كندير الجوانب باللون البرتقالي كيف كتشوفوا معايا في الفيديو. الا تبعتوا هذه المراحل كونوا متاكدين غتخرج لكم النتيجه زوينه بزاف. من بعد يعني كما قلت لكم كندير الجوانب بالبرتقالي، من وراها كندخل اللون البني قاتم في بعض الجوانب هنا باش كنحصل على كتعطيني هذيك الطرواد دي، يعني الابعاد ديال العقيقه اللي كتشوفوا هنا. هنايا كنستعمل اللون البني فوق من اللون البرتقالي. هنا كناخذ الاماكن اللي فيهم يعني الظل او الاماكن اللي شويه داخل في الجوانب كندير ليها البني هنايا على حساب اللبان، واش غادي اللون البرتقالي او لا غادي اللون الاصفر او لا غادي اللون البني، حيت هو فيه هاد الالوان بثلاثه. داكشي علاش انا بقيت كنحاول نخدم بهاد الالوان اللي اختاريت معكم في الفيديو. البني قاتم والبرتقالي قاتم والاصفر فاقع. علاش؟ لان الاصفر فاقع هو اللي كيعطي معايا نتيجه مزيانه وكنقدر نتحكم فيها. كنمشي بهاد الطريقه اللي كتشوفوا، كنبقى نخدم عقيقه بالعقيقه على حساب اشنو بغيت انا، على حساب الشكل ديالها، واش الشكل ديالها تقريبا اسطواني او لا على شكل مكعب. حيت هنا في اللبان عندو بحال الاجسام مختلفه، كاين اللي الشكل ديالو مثلا بحال البلوطه، كاين اللي الشكل ديالها كيجي بحال المكعب، كاين اللي كيجي بحال الشكل ديال الاسطوانه. هنا باش نبين هاد الاشكال بالصباغه والالوان اللي كنستعمل هي اللي كتخلي الشكل الهندسي ديال العقيقه كيبان على الطبيعه ديالو. هنا لاحظتوا معايا بقيت في هاد الالوان اللي وريتكم في الاول، اللون البني قاتم، اللون الاصفر واللون البرتقالي. بعد ما كتشوفوا معايا هنا كندير هاد العمليه، كنجي للاماكن اللي بغيت فيهم الاضاءه. مثلا الاماكن اللي كنبغي فيهم الاضاءه قبل ما نحط فيهم الابيض، قبل ما نحط فيهم اللون الابيض، ركزوا على هاد النقطه مزيان. الاماكن اللي كنحتاج فيهم الاضاءه اللي ضاربه في العقيقه كنستعمل لهم في الاول اللون الاصفر. علاش؟ حيت هانتوما هنا كنحط اللون الاصفر هو الاول في الاماكن اللي غتكون فيهم الاضاءه بالبيض، واللون الاصفر ملي كنحطو في شي بلايص كيعطيني كيبين لي الابعاد ديال العقيقه اللي بغيت نخدم. هنا غنخدم باللون الاصفر، انا حطيت لكم اللون الاصفر والبني في نفس الوقت، ومن بعد غندير اللون البرتقالي في الجوانب. هنا حاولت ما نسرعش الفيديو بزاف لان الفيديو راه خدا معايا اكثر من ساعتين ديال الخدمه. انا حاولت نسرعو غير شويه باش تشوفوا المراحل. هنا خديت اللون البني، يعني دائما كيف قلت لكم علاش كنديروا البني في الجوانب باش كيعطيني الابعاد تاع الشكل اللي عندي. لانني هنا عندي اول حاجه خصني نلتزم بهاد الالوان اللي قلت لكم، ثاني حاجه كنحاول نحرك يعني نحط صباغه على حساب الشكل اللي بغيت نبين. هنا كيف قلت لكم اللي خاصكم تركزوا فيه ان اللبان على شكل العقيق ما عندوش نفس المجسم. كما قلت لكم كاين اللي شكل اسطواني، كاين اللي مكعب، كاين اللي متوازي مستطيلات تقريبا، يعني عطيت لكم غير الشكل تقريبي. كاين شكل اللي كيكون بحال البلوطه. يعني هنا ملي كنبدا نستعمل الصفر، هذاك الصفر هنايا حطيت الصفر فوق من هذاك الصفر، ملي كينشف شويه كنحاول ندير فوق منه البيض. هنا غندوزو غنخدموا المسائل اللي كتعطي بحال النقره، يعني الفضه. كنستعمل انا الطريقه ديالي اللي كتعجبني، كنستعمل اللون الابيض. هنا لاحظتوا الوسط تاع هاد اللي عندي، الوسط ديالها فين كندير الخط هي فين غتكون مفتوحه بزاف وضرب فيها الضوء. اذا اول حاجه كنستعمل اللون الابيض في هذاك الشكل اللي عندي كامل اللي كتشوفوا، والوسط ديالو كندير البيض بزاف. هانتوما غتعرفوا علاش كندير البيض بزاف. من بعد كنهز شويه اللون الاسود وكنبدا نداخلو مع البيض باش يعطيني اللون تاع الفضه. بحال كنقولوا حنا دوك القروشه تاع النقره اللي كانوا بكري، دوك الريالات تاع النقره اللي كيجيو في اللبان. وكنخدم على هذا الشكل، يعني شوفوا معايا هنا ملي كيكون مغلب البيض كيعطيني هذاك اللون ديال النقره القديمه. كنحاول
الاماكن اللي بغيت فيهم الاضاءه كنغلف فيهم بيض، يعني فين ضارب الضوء بزاف. هنا في هذا اللي كنخدم عندي البيض الوسط، يعني كنحاول نخلي البيض كاين بزاف في الوسط. بنفس الطريقه نخدمهم كاملين. يعني هنا كنخدم اللون الابيض كيكون هو الارضيه، وكندخل شويه اللون الاسود وكنتم غادا بالتدريج. نفس الطريقه كنعاودها هنا، يعني كنخدم اللون الابيض في الاماكن اللي بغيتها تكون مفتوحه بزاف كندير البيض بزاف، ومن بعد كناخد شويه اللون الاسود. شوفوا هادو دايرين بحال الريالات ديال النقره، هادو اللي كنخدم معكم دابا هما اللي كاينين في الجبهه تاع السوسيه. هادوك لي زاكسيسوار، دوك الحلي ديال السوسيه اللي كتكون لابسه ديال النقره غتخدموا بنفس الطريقه. يعني كناخد البيض ومن بعد كندخل شويه الاسود في الاماكن اللي غتكون مغلوقه. ولا لاحظتوا معايا هنا ملي كندير البيض دق بزاف، هذاك ملي كنحك فيه الكحل كيعطيني واحد اللون ديال الفضي زوين، يعني بحال النقره قديمه بزاف. بهذه الطريقه هذه كنكمل هذوك اللي بحال الريالات عندي كاملين، ودائما كنقلب بهاد جوج الالوان، بيض بزاف وشويه الاسود. هنا ملي كيكونوا شي اماكن شويه فيهم واحد الضوء مختلف كنحاول نزيد شويه الصفر مع البيض، قليل جدا من الاصفر. هنا خاصكم تشوفوا هاد الريالات كيطلبوا مني واحد الخدمه كنبقى نخدم. شوفوا هنا كنبقى نهز شويه البيض وكنبقى نديرو في شي بلايص باش كيجينا هذوك الدوائر بحال كنحس بهم منقوشين، يعني بحال الحقيقيين. وبالنسبه لهاد الخدمه هذه اللي كتشوفوا، انا بالنسبه لي ملي كنبغي نخدمها كنحاول بزاف المرات نعتمد على مسائل حقيقيه. بحال دابا كنشري اللبان هاد اللي معلق فيه حتى هما عندي، كنحاول نشوف منهم باش نفهم. بنفس الطريقه غنكمل دوك الريالات اللي عندي كاملين، ومن بعد غندوز. يعني كياخذوا وقت، شوفوا معايا بان هنا كياخذوا وقت. بالنسبه لهاد المواد اللي كنستعمل في الفيديوهات كلهم متوفرين عندنا في المحلات ديال هبه فن. يعني اي حاجه خصاتكم تقدروا تواصلوا معنا في الرقم اللي غيكون فوق الفيديو. بالنسبه للمحلات ديال هبه فن كاينين في مدينه طنجه والدار البيضاء، وكاينين الممثلين او الموزعين ديال هبه فن في عده مدن في المغرب. لاحظوا معايا هنا غنمشي على نفس الطريقه، يعني الحركه ديال الابيض مع الاسود راه حركه مهمه. وفي نفس الوقت شوفوا هنا درت شويه الصفر شويه الصفر، يعني واحد النوع ديال الاضاءه اللي كتحس ضاربه فيه بحال الصفوره فديك الوسطانيه بالضبط. كنكمل على نفس الطريقه. هنا خذوا وقتكم، لان كما قلت لكم انا هذا العمل خدم مني راه اكثر من 3 سوايع. كيبغي الخاطر بشويه باش نحصل على واحد النتيجه اللي كتكون حقيقيه. حيت لا شفتوا معايا الشكل النهائي راه كيبان لكم بحال حقيقي تقريبا. علاش؟ حيت كنهتم بادق التفاصيل. بحال دابا هذوك اللي الوسط اللي بحال التعليقات شاد فيهم واحد بحال كنقولوا شاده فيهم ديك اليد تاع النقره، كنخدمها بالبيض والكحل بنفس الطريقه. ولكن اهم حاجه ما كنتهاونش في الظل، يعني الظل كنخدمه باش كيعطيني الابعاد ديال الخدمه. هنا كل عقيقه كيكون شاد فيها واحد الجنب ديالها بالنقره، كنديرو بالكحل قوي وشويه الابيض باش كيعطيني هذاك الشكل اللي بغيت. يعني هنا لاحظتوا معايا باش نحصل على هذه المسائل ديال الفضه كنحاول نخدم بالبيض والكحل، وكنعرف فين نضرب البيض فين نحط البيض، حيت ديك الضربه ديال البيض راه مهمه جدا. لاحظوا معايا هنا كنحط الكحل اللون الاسود، الجوانب كندير الاسود خفيف يعني نفس الاسود، ولكن الريشه ما كنضغطش عليها. يعني هنا خاصكم تعرفوا تخدموا حتى بالريشه وكيفاش غتعاملوا مع الريشه، لان الضغط ديال يدي على الريشه يا اما يعطيني الاسود كثير ولا الاسود قليل. هنا كنخدم على الظل ديال بحال لاحظتوا هنا كاين بحال الفيسات صغيورين، بحال الفيس صغيور اللي ملصق هذيك الحديده مع داك الريال تاع النقره. كنحاول ندير ليه الظل ديالو باش يبان معايا مزيان. هنا كنصايب هذوك اللي كاينين في العقيقه في الجناب ديال هما ديال الحديد، كنديرهم بالكحل والبيض. هنا تفاصيل راه مهمه جدا. بالنسبه لي ان اللبان باش يعطيني ديك الجماليه، انا كنعاود نقول لكم خصني ناخذ وقتي في الخدمه. لاحظتوا معايا هنا البيض درتو هنا باش كيعطيني هنا الشكل ديال العقيقه كتبان لكم بحال متوازي المستطيلات، يعني بحال واحد ما عرفتش كيفاش نقولها لكم، مجسم بحال مربع اللي حداها داير بحال التمره، الفورمه ديالو بحال التمره. يعني هنا داك الاخراني داير بحال يعني بحال ليمونه. كل شكل شنو اللي كيبينوا ليا هو هاد الضربه ديال الابيض، الحطه ديال الابيض كتقدر تحدد لكم الشكل الهندسي ديال العقيقه.
لان هاد الضربه ديال الابيض اللي درت الاخر بحال الخط اولا بحال النقط، علاش كنديرها حتى الاخر؟ باش ينشف اللون اللي كاين. وكنديرها كما قلت لكم دائما فوق الصفر باش يبان الابيض قوي، وكنخلي حتى كتنشف شويه باش الابيض يبان، حيت لا درتو الابيض في الاول غيمشي لكم مع اللوان. هنا غنبدا ناخذ دوك اللي بحال المسيمرات، بحال المسيمرات صغيورين، فدوك الريالات كندير لهم الظل ديالهم باش يبانوا. يعني هنا خاصنا ملي نبغيو نخدموا يا اما نتخيلوا الحاجه في الطبيعه الاصليه ديالها ونقلبوا على الصوره الحقيقيه ديالها، اولا نقدروا نشوفوها هي يعني شخصيا كما كنقولوا، نشوفها كيفاش دايره في الحقيقه. هنايا بما ان اللبان كيف شفتوا معايا هنايا تقريبا علين كملته، كاين عندي الفوق واحد الخيط في اللون الاسود، وكاين عندي واحد بحال العقيقات ديال الحديد راكبين في بعضياتهم الفوق، باقا ما بديتش فيهم الخدمه. هادوك جايين صعاب شويه، كيبانوا بحال دابا الخيط هو هذا الخيط ديال اللبان، الخيط ديال الصوفه مبروم كحل عادي، وهادو اللي قلت لكم بحال الحديدات راكبين في بعضياتهم. كنحط الابيض والكحل، كنحطو بطريقه عشوائيه، ردوا البال هانتوما، ومن بعد كنبدا نفرق بخط بالكحل والابيض باش كنحصل على كل وحده بوحدها. يعني هنا اللي بغيت نقول لكم ان اللون الابيض واللون الاسود مهمين بزاف في الخدمه، ما نهضروش عليهم، هادو دائما خصهم يكونوا عندنا. الابيض واللون الاسود من ضروريات الخدمه. حيت لاحظتوا معايا هنا ملي غنبدا نحط شويه الابيض، شوفوا شويه الابيض غيبدا يعطيني هذوك العقيقات ديال الحديد مفرقين. هذه اللي غنخدم دابا عقيقه كبيره ديال الحديد، كندير اللون الابيض وكندير الكحل في اللون الاسود في الجوانب، كتعطيني الشكل ديال راه نتوما غتشوفوا هاي ولات كتبان ليا بانها عقيقه ديال الحديد. وغنرجع لهذوك الريالات عندي ديال الفضه وغنبقى نخدم عليهم. هذاك كيبان لكم بحال محفورين، هما فيهم واحد الخطيطات محفورين، كنخدمهم بالبانسو رقيق وبشويه باش كيبان ليا داك النقش اللي في المعدن. يقدر يكون زواقه، يقدر يكون كتابه، اي حاجه كانت كنخدمها حتى الاخر كما درت انا دابا كتشوفوا يعني. وكنديرهم رقاق ما خاصهمش يكونوا باينين بزاف، يعني بحال باينين خفاف. هنا غنرجع باش نعاود لذاك الكحل اللي كاين ما بين عقيقه وعقيقه. هنا في هاد البلايص اللي كنمسح هذيك الخطوطه لان فيهم الاضاءه بزاف، يعني البلاصه اللي ضرب فيها الضوء كنحاول نرجع نحط فيها الابيض، حيت الابيض هو اللي كيخلي الحاجه تبان لي كما كنقولوا انا 3 دي، يعني عند الابعاد ديالها. الابيض اللون الابيض واللون الاسود كنعتبره من الاساسيات في العمل، يعني هو اللي كيعطيني العمل كيبان بحال حقيقي. الظل، يعني الظل ديال الحوايج فين ضارب الضوء، هادو كلهم امور مهمه جدا. كنتمنى ان الشكل ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا بالبارطاج، ما تبخلوش عليا بانكم تشاركوا العمل مع الاصدقاء ديالكم. ولا كان شي سؤال مرحبا. بالنسبه لهنا غندير الظل تاع العقيق باللون البني، نفس البني اللي دخلت في اللبان باش كيبان لكم العقيق بحال مهزوز شويه. يعني هذا كندير الظل ديال كل عقيقه. كتشوفوا هنا الشكل هو غيبان لكم هنا مختلف، ملي غنزل المارو غيبان لكم مختلف. شوفوا كيبدا يبان لكم بانه مهزوز فوق الثوب. هذا هو الدور تاع اننا نديروا الظل في الشكل اللي عندنا باش كيبين الخدمه اكثر. يعني هو ما خصوش يكون كيبان قوي، يكون قليل، ما يكونش باين بزاف. غنقول لكم دابا مع السلامه.